الأهلي يضاعف غرامة عبد المنعم 4 مرات ومحاولة أخيرة للزمالك. مصادر إعلامية عن المنشور الأخير للمدافع الأهلي محمد عبد المنعم أثار جدلا واسعا في الوسط الرياضي، مما ترتب عليه اتخاذ قرارات صارمة من قبل مجلس الإدارة بالنادي الأهلي. خالد بيبو مدير الكرة بالأهلي فرض غرامة 400,000 جنيه على أي لاعب يتحدث أو يلمح عن أي مشاكل داخل الكواليس عبر السوشيال ميديا أو الإعلام. يذكر أن الغرامة الموقعة في هذا الشأن الفترة الماضية كانت 100,000 جنيه. تحذير شديد اللهجة من كولر للاعب الأهلي بسبب كأس العالم للأندية. وجه مارسيل كولر رسالة تحذير شديدة اللهجة للاعب النادي الأهلي من الاستهتار بمباراة شباب بلوزداد الجزائري التي سوف تقام يوم الجمعة القادم في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا. تحدث المدير الفني للعيبة عن أهمية مباراة الفريق أمام بطل الجزائر، مؤكدا أنه لا بديل عن الفوز وحصد النقاط الثلاثة. كولر شدد على اللاعبين بضرورة الابتعاد تماما عن التفكير في بطولة كأس العالم للأندية التي يشارك فيها الفريق الأحمر في الأيام القادمة، ولا بد أن يكون التركيز الأساسي في مباراة شباب بلوزداد الجزائري لأنها البروفة الأخيرة للمرد الأحمر قبل السفر إلى المملكة العربية السعودية. وأوضح السويسري أن الفوز على بطل الجزائر سيكون له مكاسب بالجملة، أبرزها تحسين موقف الفريق في مجموعته بدوري أبطال أفريقيا ودفعة قوية قبل المشاركة في المونديال. الأهلي يزف بشرى سارة لجماهيره بشأن مدافع الفريق قبل لقاء بلوزداد الجزائري. شارك ياسر إبراهيم لاعب النادي الأهلي في التدريبات الجماعية التي أقيمت مساء اليوم على ملعب التش بعد تعافيه من الإصابة. وانتظم ياسر إبراهيم في التدريبات الجماعية والتي اشتملت على جزء بدني قبل تنفيذ الجوانب الخططية خلال تدريبات الكرة. وأتمنى الجهاز الطبي على حالة اللاعب بعد انتهاء من البرنامج التأهيلي الذي نفذه بعد العودة من تنزانيا. غضب عبد القادر في الأهلي يفتح باب الرحيل بسبب المونديال. شهدت الأيام الأخيرة اشتعال أزمة داخل جدران النادي الأهلي في الجزيرة كان بطلها أحمد عبد القادر، وده بسبب خروجه من حسابات السويسري مارسيل كولر المدير الفني. ما زاد الأزمة اشتعالا هو استبعاد اللاعب من قائمة المارد الأحمر المتجه للسعودية لخوض غمار كأس العالم للأندية. استبعاد عبد القادر من قائمة الأهلي عمق الأزمة بين الطرفين، ومن المتوقع أن تشهد الساعات الماضية عقد اللاعب جلسة مع خالد بيبو مدير الكرة بالنادي الأهلي لمطالبته بالرحيل عن الأهلي بعدما تأزمت علاقته مع المدرب السويسري مارسيل كولر.